صباح الخير. بما اني جربت الاتنين، الشغل من المكتب والشغل من البيت، وكمان جات لي الفرصه ان انا اشتغل هايبرد، يومين من البيت و3 ايام من المكتب. فقررت ان انا اعمل الفيديو ده علشان اقول لكم مميزات وعيوب ده وده، وتقدروا تتوقعوا ايه. انا لما جالي اوفر ان انا اشتغل في شركه ريموتلي بره مصر، كنت بصراحة متلخبطة ومش عارفة أقدر أتوقع إيه. وطبعا زي أغلبنا كنت متوقعة إن ده ممكن يكون the perfect lifestyle for me، وإني هعرف أنجز أكتر في بقية جوانب حياتي، وإني هعرف أعمل بالانس ما بين الشغل وما بين حياتي العادية. بما إني هبقى قاعدة في البيت بقى، فهوفر مشوار رايح جاي، والوقت اللي هاخده في إن أنا بجهز. فكنت حاسة إن في وقت كتير قوي هقدر أوفره، وإني ساعات كتير كنت ببقى راجعة من بره تعبانة، فمش بقدر بقى امارس بقيه حياتي بالشكل الطبيعي. فكنت فاكره ان برضو دي حاجه هتروح. والاحتراق النفسي كنت فاكره انه بما اني مش هنزل الشغل، ف ده هيوفر عليا عدم التعامل مع بعض الاشخاص اللي ممكن مثلا ابقى مش حابه ان انا اتعامل معاهم، فده هيساهم اكتر في عدم الاحتراق النفسي. بس وبعدين بقى اكتشفت ان ال working from home مش زي ما انا كنت فاكره تماما. زي ما في ميزات في عيوب، فانا دلوقتي هقول لكم المميزات والعيوب لده وده، بحيث ان انت لو اتحطيت في موقع اختيار زي ما انا اتحطيت، انا هقول لكم الميزات والعيوب، تجربتي الشخصيه، بحيث انك تعرف تحكم كويس وتاخده المناسب ليك. كنت على طول بسمع ان الشغل في البيت بيبقى مور productive عن الشغل من المكتب، وان الواحد انتاجيته وحجم الشغل اللي بيطلعه وهو بيشتغل في البيت ممكن توصل لضعف حتى الشغل اللي هو ممكن يطلعه لو نزل كل يوم المكتب. وعن تجربة شخصية بصراحة دي حاجة صح جدا. بتحس كده ان ساعات العمل بتتمط. لو انت في المكتب بتشتغل من 9 ل 5، انت وانت قاعد في البيت ممكن تلاقي نفسك بتشتغل بال 12 ساعة. بس اكيد يعني مش في كل الايام. الشغل من البيت بيوفر عليك وقت كتير قوي الصبح، الوقت اللي كنت بتاخده في انك بتجهز وتوضب نفسك، ووقت الطريق. لكن لو انت بتشتغل من البيت، انت ممكن تصحى قبل ميعاد شغلك ب5 دقايق بس. تاني حاجة عايزة اتكلم عليها هي السوشيال لايف. السوشياليزنج في الشغل بيبقى مهم جدا لصحتك النفسيه، وكمان لما تشتغل مع حد فيس تو فيس ده بيزود الكونكشن على الصعيد الانساني والامباثي، على عكس لو اشتغلت مع تيم انت اصلا ما تعرفش شكلهم ايه غير من البروفايل بيكتشر بتاعتهم، فمش هتعرف تحس باي كونكشن ليهم. برضو ميزه للوركينج فروم هوم هي السمول توكس اللي بنضطر ان احنا نعملها مع الزملاء، واحنا مثلا نبقى مش في المود ان احنا نتكلم وكده. دي بتبقى مش موجوده في الوركينج فروم هوم، فدي برضو ميزه، او ممكن تبقى موجوده بس على نطاق صغير جدا. تالت حاجه هو في الشغل من المكتب، انت بتبقى ملتزم بوقت معين ده اللي بتشتغل فيه، وبعدين بعد ما بتخلص بقية اليوم بيبقى بتاعك. مديرك بيبقى شايفك وانت بتشتغل وبتتعب، وشغلك مع زمايلك ده بيعمل سنس اوف تايم. لو حاجة جدت في الشغل او كده بيبقى فيه يعني الى حد ما سنس، على عكس الوركينج فروم هوم ما بيبقاش فيه فلكسبيليتي، وممكن تبقى ضاغط نفسك ليل نهار في الشغل بس في الاخر ده مش بيبقى متشاف. بل بالعكس، ساعات لو التسليم اتاخر شويه نتيجه ان حصل مثلا بعض التعديلات او كده، ممكن ما ياخدوش بالهم من النقطة دي، وانك في الاخر تبقى اسمك مقصر، بالذات لو مفيش ستراكشر قوي للمكان اللي انت بتشتغل فيه، وما بيبقاش فيه اي امباثي او بتبقى قليلة جدا. لو انت بتشتغل من المكتب، انت بعد ما بتخلص الشغل بتاعك مهما كان يومك طويل ومتعب، بقية اليوم بيبقى بتاعك، تقدر تعمل بقى فيه اللي انت عاوزه، تشوف اهلك، تتفرج على تلفزيون، تعمل مشاويرك. يعني بيبقى فيه زي فصل كده، بقية اليوم بيبقى بتاعك، على الأقل الويك اند بيبقى بتاعك. لكن في الوركينج فروم هوم الوقت بيبقى سايح كله على بعضه. رابع حاجة هي ستراكشر المكان. في الورك فروم هوم موضوع انك بتشتغل من الليفينج روم او انك تشتغل من اوضتك اللي هو بتنام وبتشتغل من نفس المكان، ممكن يبقى ليه اضرار على صحتك النفسية. لكن لما بتشتغل من المكتب وبتنزل كل يوم، ده بيبقى بيعمل لك زي روتين كده، والروتين بيبقى احسن للصحة النفسية. بتصحى من الصبح، تجهز، تروح على الشغل، تسلم على زمايلك، تشرب القهوة، تفتح الكمبيوتر بتاع الشغل. كل ده بيبقى زي روتين كده بيهيئك ان انت تشتغل وانت مرتاح نفسيا. حاجة كمان عاوزاكم تاخدوا بالكم منها هي ان في ال working from home بالذات لو الشغل ريموتلي، انه ممكن يضحك عليك بسهولة. فانت قبل ما تروح اي مكان لازم تسأل كويس عن المكان ده، وتبقى فاهم كل حاجة، وتسأل كتير، ما تتكسفش. كلنا اكيد بنسأل وبندور كويس عن المكان اللي احنا رايحين نشتغل فيه، بندور على الناس اللي بتشتغل هناك، وبنحاول نطلع معلومات كتير تساعدنا في اتخاذ قرارنا، سواء هنقبل الاوفر اللي جالنا او لا.
لكن لو هتشتغل ريموتلي لشركة مش موجودة في البلد اللي انت فيها، ان انت تعرف تسأل عن الشركة دي بيبقى تريكي شوية، لان مش بيبقى فيه كتير ناس عارفين الشركة دي، ومش بتعرف مثلا اللي هو زي تسأل صحابك زمايلك وكده وهما يدلوك يساعدوك اكتر في انك تجيب معلومات. لكن الموضوع ممكن يبقى صعب شوية. لازم تعمل ريسيرش عميق للشركة اللي انت هتروحها، وتقرا الجوب اوفر كويس، وتتأكد ان اسم الشركة اللي موجودة في الجوب اوفر هي اسم الشركة اللي كانوا بيكلموك عنها. اتأكد ان المرتب هو اللي اتفقت عليه، لو كان اقل شوية صغيرين، ساعات بيقللوا شوية صغيرين كده. ما تتكسفش ان انت توضح لهم ان في مشكلة وفي فرق. لازم تعرف كويس حجم الشغل اللي انت هتشتغله قد ايه، علشان في الاخر ما تلاقيش نفسك ان انت بتشتغل شغل 2 أو 3، وده علشان هم عايزين يوفروا فجابوا واحد يعمل شغل 2 3. لا، اعرف حجم الشغل كويس اللي انت هتعمله. زي ما قلت لك لازم تسأل كتير قوي في الاول، وما تتكسفش انك تسأل اي سؤال. اخر حاجة عاوزة اكلمكم عنها هي الهايبريد وورك، وده بالنسبة لي كان انسب حاجة واحسن حاجة. ده انك بتشتغل ايام من المكتب وايام من البيت، ودي بصراحة حاجة أنا شايفاها the perfect condition. عن تجربتي الشخصية ده كان أحسن حاجة بالنسبة لي. كانت أكتر فترة عارفة أعمل فيها بالانس ما بين شغلي وحياتي. حاجة كمان، الشغل الفريلانسنج ساعات بيبقى ظريف جدا برضو، بالذات لو شغال على مشاريع صغيرة. واكيد الاحسن والاحسن هو انك تفتح مشروعك الخاص، وانك تبقى بتشتغل لنفسك. عاوزه اقول لكم برضو انك لما تعمل روتين لنفسك وتعرف تحط حدود لتعاملاتك مع الناس، وانك تبقى لماح وتعرف تفهم المواقف وتعرف تفهم الناس بسرعه، ده هيسهلك شغلك كتير، وهيخلي التجربه، سواء انت قررت انك تاخد تجربه الوركينج فروم هوم او انك بتنزل المكتب، ده هيسهل كتير قوي عليك. بس برضو هرجع واقول برضو مفيش احسن من انك تشتغل لنفسك. اتمنى الفيديو ده يكون ساعدكم لو انتوا في مكان ان انتوا عاوزين تاخدوا قرار. اتمنى ان الفيديو ده يكون ساعدكم شوية، وقولوا لي تحت في الكومنتس لو في اي مواضيع حابين ان انا اتكلم فيها، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.